السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم لكم ميني كيك زوينين بالكراميل، يعني بالدانيت كراميل، كيجيو زوينين وخفاف. هنا في المكونات عندي 2 حبات ديال البيض، العلبه ديال دانيت هي اللي كنفرغ وكنعبر بها كل شيء. غتفرغوها هي في واحد زليفه، وكتعبروا منها زليفه، يعني القياس ديالها ديال الزيت، والقياس ديال العلبه ديال السكر، وثلاثه القياسات ديال الدقيق الابيض. وغنحتاج كيس ونص من خميره الحلويات، يعني 12 غرام. هنا راني ضفت كيس ديال الفاني، الا بغيتوه. ما بغيتوش ماشي ضروري، لانه ما اصلا كيجيو منسمين بالكراميل. فغادي تخلطوا البيض مع السكر ديالكم والكيس ديال الفاني. هنا ضفت العلبه ديال الزيت. وكنضيف العلبه ديال دانيت، هاد النوع هذا، حيت كاين الاخر اللي تيكون بحال الكريم. مي كندير انا هذا ديال الفلون، كيجي زوين بزاف في الكيك. غير جربوه، اللي ما عمرها استعملاته غير تجربوا، راه كيجي زوين. وكيجي يعني كيخفف حتى داك الميني كيك، كيجيو خفافين. صافي كتخلطوه مزيان باش كيذوب ليكم مزيان، لانه شي شويه كيبقى يتحبب. هنا بالنسبه للدقيق كما ذكرت لكم 3 ديال العلب، يعني تعبروا 3 د العلب، لان الخليط شي شويه كيجي ثقيل، ما يجيش خفيف بزاف. هنا كندير العلبه الاولى وكندخلها هي الاولى، وكنرجع. المهم كتضيفوا شويه بشويه، وكتضيفوا معاهم 12 غرام ديال خميره الحلويات، يعني كيس ونص. صافي كما شفتوا هذا هو القوام ديال الخليط. هنا خديت ليمون ديالي، درت لهم هاد البابي ديال اللي كنديروا في لي كاب كيك. انا درتو على هذا الشكل، يعني ماشي هكا شريتو، دوك العاديين. كنقطع منهم شويه وكنديرهم هكا اوفال، وكنعمر القياس. ضروري ما تطلعوش حتى الفوق. صافي من بعد ما كنعمرهم، بالنسبه للتزيين خديت واحد التفاحه كبيره، كتحكوها مزيان كما شفتوا. راني حكيتها بالقشره ديالها، وشويه ديال اللوز افيلي. غادي نوزع التفاح كامل على هاد المادلينات هادو، وكتبتوهم مزيان باش ما يتحرقش لكم داك التفاح. وكديروا فوق منه اللوز افيلي. صافي بالنسبه للفران كنسخنو على 180 درجه من الفوق ومن التحت. واللاطه ديالي كنوضعها لتحت باش كيتنفخوا كيتبومباو، يعني ما كيفيضوش ليكم. الا شعلتو غير تحت بوحدو يقدروا يفيضوا لكم. فمن الافضل حتى الفوق يكون شاعل، وانتم كتحطوا اللاطه ديالكم لتحت، يعني كتباعدوها على الفوق. هكا ما كيفيضوش نهائيا، وكيجيو مبومبين وزوينين.
بالنسبه للتزيين ديالهم رشيتهم شويه ديال السكر الثقيل ودرت لهم هاد الخطوط هذا ديال صلصه الكراميل لان عندي متوفره. تقدروا تزينوا باش ما بغيتو او تلمعوهم هكا بشي حاجه ناباج ولا مربى فاللي بغيتو. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالنا. كيجيو بهذا الشكل هذا كما شفتوا، راه كيجيو زوينين ومذهبين، غادي يعجبوكم ان شاء الله. كما شفتوا وصفه اللي سهله، ما يعني كنحتاجوها هكا في الكوتي، ما كيحتاجوا لا اختمار لا حتى شي حاجه. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. نقسم معكم واحد القطعه. كان هذا هو الشكل ديالهم من الداخل. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. مع السلامه.